من الوصفات اللذيذة اللي أسويها كل رمضان أرز الدياي، وايد لذيذة. يمكن انتم ملاحظين كل رمضان أنزلها، وكل رمضان قاعدة أحط عليها إضافات جديدة يخلي طعمها أحلى وأحلى. أول شي راح أبلش معاكم بخلطة الدياي العجيبة. حمست بصلة مفرومة، ضفت عليها توم مهروس، حمستهم عدل مع رشة ملح مكعب ماجي. تالي ضفت صدور دياي منطقتهم قطعتهم قطع صغيرة، وبعدها حطيت البهارات، فلفل أسود وبهارات الدياي من ماجيك، وايد لذيذ هالبهار. بعدها سلقت الأرز أو لسان عصفور، وضفت معجون طماط وكاتشب وصلصة حارة مو حارة حلوة على خلطة الدياي، وخلطهم عدل مع بعض. تالي ضفت كوب كريمة، وضفت قفشة قشطة مع ملعقة صغيرة سكر. أنا ما صورت الخطوة بس ضيفوها تعطي طعم عجيب حق الخلطة. وبجدر ثاني حمست بصلة مع سبانخ، حطيت عليهم ملح فلفل أسود ومكعب ماجي، حطيت لسان عصفور اللي سلقته أو الأرزو، وهذا تقريبا الطبق خالص. بمعون التقديم حطيت الأرزو على الأطراف، وبالنص حطيت خلطة الدياي العجيبة، وقليت بطاط مبشور وزينتها في الطبق. جدا لذيذ، جربوه إن شاء الله بتحبونه.